السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. معاكم أميرة في المطبخ. النهاردة بقى هعمل لكم فطار تركي مية مية. هنا بقى اهو زي ما انتوا شايفين انا عاملة عيش تركي وزيتون مخلل وبطاطس محمرة وكده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة طبعا لسه صاحيين من النوم وكده. زي ما انتوا شايفين المكان نظيف، الشقة الحمد لله نظيفة وكده. ومتروقة. هنا بقى هبتدي ان انا افتح اهوي معاكم واقرا في المصحف حبة واشغل اذاعة القرآن الكريم. كالعادة لازم ببتدي يومي بالقرآن الكريم، يعني ربنا يهدينا والصلاة. هنا بقى انا فتحت اهو هوي معاكم. هنا بقى دخلت على المطبخ، قلت اما ادخل اشوف هعمل ايه. هنا انا بصراحة صاحية كده، شفت طريقة عيش تركي كده امبارح على النت، عجبتني بصراحة، فقلت هعمل النهاردة الفطار، هعمل العيش ده وكده. وان شاء الله هنفطر بيه. هنا أنا معايا كيلو دقيق وكيس خميرة وكوباية لبن رايب، ومعايا ده كيلو لبن. بس اللبن ده انا مش هعمل بيه حاجة طبعا، انا مطلعاه كده هغليه عشان اللي عايز يشرب شاي بلبن، اللي عايز يشرب نسكافيه بلبن كده يعني. هنا بقى انا اهو كنت مطلعه معايا كيلو دقيق، هبتدي ان انا انخله معاكم. طبعا انا زي ما قلت لكم ان الدقيق الاكياس ده مش بيبقى يعني في حاجه، ده بيبقى كويس وكده. انا جايباه من كازيون بصراحه، دقيق زي الفل وجربته ما شاء الله جميل. هنا بقى معايا كيلو دقيق، هحط عليه كيس خميره واحط معلقه سكر ومعلقه ملح صغير، نص معلقه ملح صغيره. هنا حطيتها معلقه سكر، احط نص معلقه ملح صغيره كمان. هنا معايا الملح اهو. هبتدي بقى ان انا احط عليهم اقلبهم بايدي كده الاول، بحيث ان الخميره يعني تتعمل حلو مع الدقيق، هي والملح والسكر يختلطوا مع بعض كويس. وهبتدي ان انا اخلطهم بايدي حلو وكده. هبتدي بقى ان انا احط عليهم كوبايه اللبن الرايب اللي هي الزبادي. هنا اهو معايا كوبايه اللبن الرايب، هبتدي ان انا افضيها واعجنها بايدي. هنا خلاص بعد ما حطيت كوبايه الزبادي، هبتدي بقى ان انا احط الميه الدافيه معاكم اعجن بيها. طبعا هو العيش مش محتاج لبن، انت ليكوا حر الاختيار، عايزه تحطي تعجني بلبن اعجني زي ما انتوا شايفين. هنا بقى انا بعجن بالميه وكده. دي اول حاجه بقلب طبعا الكوبايه حلو معاكم. هنا بقى هبتدي كل حاجه لازم بقلبها كويس لما باجي احطها. هنا بقى هبتدي ان انا انزل بالميه واحده واحده وابتدي ان انا اعجن. هنا كنت عجنتها زي ما انتوا شايفين، هسيبها بقى ان هي تخمر معايا. اي عجينه طبعا بنعملها لازم بنسيبها تخمر شويه لو عليها خميره. هنا بقى على بال ما تخمر هكون مقطعه بطاطس، هقشرها واقطعها اصبعها يعني واقليها للفطار ان شاء الله. اليوم النهارده طبعا طالما في عيش وكده خبيز، لازم طبعا يبقى فيه بقى بطاطس محمره على الفطار، طعميه محمره، حته جبنه قديمه، حته طماطمايه كده يعني، جبنه بقوطه، الحاجات الحرشه كده اللي تفتح النفس، بتنجان مقلي، طعميه مقليه، طبق فول مدمس. هنا بقى هو انا كنت بصبع معاكم البطاطس زي ما انتوا شايفين. انا بصراحة يعني صاحية النهاردة لقيت عندي نشاط كده، قلت لما بديهاش بقى الواحد يعمل فطورة مية مية، بالذات ان الواحد ما بيتعشاش وبيصحى بقى يعني ميت من الجوع. ربنا يفتح نفسنا يا رب، اللهم امين. هنا بقى خلاص انا كنت صبعتها وشطفتها وحطيت عليها ميه اهو زي ما انتوا شايفين نظيفة. هنا بقى العجينة كانت اتخمرت معايا. هنا زي ما انتوا شايفين انا كورتها وهبتدي بقى ان انا ابططها. وتعالوا يلا، هنا بحط دقيق تحت العجينه عشان ما تلزقش معايا، لان العجينه بتاعه العيش طريه جدا. كل ما تلاقي العجينه طريه معاكي كل ما بتبقى احسن في المخبوزات. هنا بقى هبتدي ان انا اهو زي ما انتوا شايفين انا مش ببطط بايدي. هنا انا بغرز الكوبايه في النص. ده العيش ده اسمه عيش اللي هو تركي.
هنا بقى هبتدي ان انا اعمل العيش نفس الطريقة دي. هنا زي ما انتوا شايفين انا ببطط نص تبطيطه لان انا عايزاه يكون تخين معايا، مش عايزاه رفيع. هنا اهو عملته كله نفس الحجم. هنا بقى اهو هقف اوريكم بس وانا بقليها. هنا كنت حطيت البطاطس في الزيت على بال ما العيش طبعا يخمر معايا تاني. زي ما انا قلت لكم، ما بنعمل عجينه بنسيبها تخمر حبه وبعدين نقوم مبططينها وبعدين نسيبها تخمر حبه كمان وبعدين نقوم مدخلينها الفرن. هنا بقى كانت خلاص خلصت معايا، خمرت. هبتدي بقى ان انا دي بيضه معايا، دول بيضتين انا ضرباهم وكده. هبتدي ان انا ادهن وش العيش بيهم. في ناس بتحط بيض ولبن بس انا هنا حاطه بيض بس. هبتدي ان انا اوزع على وش العيش بالفرشه كده البيض وبعدين هنزل عليه حبه البركه. طبعا ليكوا حر الاختيار برضك، عايزه تحطي على وشه حبه البركه تحطي سمسم، كل اللي نفسك فيه اعمليه. انا بصراحه عملته قبل كده، كان ريحته يعني بصراحه ما شاء الله قلب العماره، وكانت ريحته ماليه الدنيا وريحته كانت جميله جدا والطعم كان جميل جدا جدا جدا. بس بصراحه يعني انا ما عملته قبل كده كنت عجناه بيض وعجناه بلبن، انما انا المره دي عجناه بزبادي وحاطه عليه يعني عجينه زبادي وحاطه كوبايه زبادي وعجناه بميه. هنا بقى اهو بعد ما دهنت وشه بالبيض حطيت عليه حبه البركه زي ما انتم شايفين وابتدي ان انا ايه ادخله الفرن. هنا بقى اهو البطاطس انا كنت بوريها لكم قربت ان هي تحمر معايا تستوي معايا. البطاطس دي بطاطس آلية، بنقول عليها بطاطس سبونتا، بتبقى طعمها جميلة جدا في الآلية يا حبايبي. هنا بقى خلاص العيش اهو بعد ما خبز معايا زي ما انا وريتكم. انا كنت بصور لكم البطاطس وهو في الفرن. هنا بقى كان خلاص طلع معايا العيش وطلعت معايا البطاطس، وهبتدي بقى ان انا احط الفطار ونشوف هنفطر ايه. هنا انا عماله يعني اقرب الكاميرا، ما شاء الله العيش كان شكله يفتح النفس. هنا بقى قلب بيض طبعا زي ما انتم شايفين اللي بياكل بيض مقلي، وهنا البطاطس المحمره وزيتون مخلل، وده العيش اهو، وعسل ابيض، ومعايا جبنه قديمه اللي هي الجبنه الدبل البيضه، ودي جبنه قريش، وده ده فلفل اخضر. شايفين منظر العيش يا حبايبي عامل ازاي؟ انا عماله اقرب لكم كل شويه الكاميرا وكده. منظره كان يعني بصراحه الفطار منظره يفتح النفس. وتفضلوا معايا يا حبايبي، وارجو بقى ان انتوا تعملوا لي لايك واشتراك. هنا بقى احنا كنا خلاص الحمد لله فطرنا وكده، وطلعنا بقى يعني المخدات كده تتهوى ونشرت غسيل. وزي ما انتوا شايفين الشمس لسه طالعه اهو، لان احنا لسه الصبح الساعه 10 دلوقتي او 11. زي ما انتوا شايفين الشارع لسه هادي. ربنا يجعل صباحنا يا رب صباح كده سعيد علينا وعلى الناس كلها.